عليكم ورحمة الله طلاب. اليوم رجعنا لكم بتدرب بدرس التشابه. أكيد هلأ الوحدة بلشت تصير سهلة عليكم للي عم يدرس، تمام؟ فبدي تعطوني صبركم وتعطوني هيك وقتكم، وإن شاء الله اليوم رح نحل تدرب كله كاملا. طيب أول شيء بداية أول سؤال بده يختبر هيك إيدكم الفنية والإبداعية ويشوفكم تعرفوا ترسموا ولا لا. فشو قال لي بالسؤال الأول؟ قال لي ارسم مستطيلا ABCD بعداه AB و AD. طب أنا قايلت لكم من زمان وقايلت لكم شو يعني بعده؟ يعني طوله وعرضه، تمام؟ فأنتوا كل اللي عليكم ترسموا طول وتسموه مثلا AB تساوي 4، ترسموا العرض وتسموه AD تساوي 3 بهذا الشكل، تمام؟ بس ما أكتر من هيك. أنا ما بدي أضيع وقت بالفيديو على الرسم، فأنتوا بتمسكوا المسطرة بتحطوا 3. طبعا أنتوا كبروها شوي، يعني عرفتوا اعملوها 6 بدل 3، بس على أساس هي 3. ليش هذا الحكي؟ مشان يبين معكم الشكل كبير. يعني أكيد هم حاطة 3 سم، ممكن على الدفتر تزبط 3 مناح حلوات على الدفتر، بس هون على اللوح لا، ما بزبط هذا الحكي. طيب ما عليكم بهذا الكلام، جربوا أنتوا وارسموا، تمام؟ طيب بعد منا شو قال لي؟ قال لي ارسم تصغيرا A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة، تمام؟ يعني هذا الشكل بدنا نرسم له تصغير. طب كيف بدنا نرسم له تصغير؟ أول شيء بفكر فيه لازم يكون معي كي. بلا كي ما بعرف، بلا أطوال ما بعرف. طيب كملوا. قال لي للمستطيل ABCD بنسبته، أعطاني نسبته. شو نسبته؟ يعني كي، وهي الكي هي عبارة عن تصغير. شو عرفني تصغير؟ 4/5، و4/5 أصغر من الواحد، والكي إذا كانت أصغر من الواحد معناتها شو؟ تصغير. شايفين ما أحلالي؟ أنا دارس منيح، بقى أنتوا تدرسوا منيح. طيب ف4/5 بدي أضربها ب3 تعطيني طول، هو 2/4. 2/4 بحطه على المسطرة وبرسم فيه فتحة دي فتحة. عرفتوا شو الفكرة؟ يعني الفكرة أنا عندي 3، ال3 بدي أضربها ب4/5، تمام؟ وطلع الناتج. الناتج هو A فتحة دي فتحة، لأن أنا أخذت A B. عرفتوا كيف؟ بنفس الطريقة عندي AB تساوي 4. الأربعة شو بدي أضربها؟ ب4/5. شو بتعطيني؟ بتعطيني التصغير. مين هو التصغير؟ هو 3/2. يلا شغلوا لي ايدكم، هذا التمرين سهل. بدي اياكم انتوا تعرفوا تمسكوا النسبة. الفكرة صارت عندكم وتضربوا. الشغلة بس بقى الضرب، شغل صف سابع. طيب هلا قال لك احسب بطريقتين مختلفتين محيط A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة، وبعد منه قال لك المساحة. طيب لفرض انا رمزت مثلا بمثلا P، هذا رمز المحيط. محيط مين؟ A فتحة، أو خلينا نقول A B C D، تمام؟ يعني أنا أول شيء بدي أحسب محيط A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة. كيف بدي أحسب محيطه لهذا الشكل؟ شو كان قانون المحيط؟ مجموع أطوال أضلاعه يمكن، صح مزبوط. أو طول زائد العرض ضرب 2. طب أنا معي الطول ومعي العرض، بجمعهم وبضربهم ب2، طالع مين؟ طالع المحيط. بطريقة شو؟ بطريقة أولى. ليش هيك اليوم عم تخلي كل شيء علينا؟ لك لا، عم هعطيكم هيك الشغلات السهلة. هلا هون التمارين اللي بعدها شغل هيك القبضايات. فهلا بدي اياكم تشتغلوا معي، الله يرضى عليكم، دول ما فيهم شيء. فأنا بقول الطول زائد العرض ضرب 2 حسبته لمين؟ للمحيط. بطريقة شو؟ بطريقة أولى. طب والطريقة الثانية اتركوا لي إياها علي. الطريقة الثانية بيقول لي إذا حسبت محيط الكبير وضربته بشو؟ وضربته بكي، بيطلع معي مين؟ بيطلع معي محيط الصغير. عرفتوا هاي الطريقة؟ هاي الطريقة تبع كي مربع وكي مكعب. الكي بضربها بيطلع معي المحيط، الكي مربع بتطلع معي المساحة، والكي مكعب الحجم. ما تخربطوا تضربوا لي كي مربع أو كي مكعب. طيب هلا معناتها بدي أحسب المحيط، والمحيط شو رمزت له P. فP ل A B C D يلي هو هو عبارة عن، قلنا الطول زائد العرض ضرب 2. 3 زائد 4 زائد 3 7. 7 ضرب 2 14. معناتها المحيط طلع معي 14. انتوا ما تكتبوا لي هيك، اكتبوا لي الطول زائد العرض ضرب 2 وعوضوا واشتغلوا، تمام؟ طيب هلا مين بقى عندي؟ الطلب الرئيسي اني احسب له P فتحة ل A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة. هي عبارة عن قانون نحن اخذينه، هو عبارة عن P ضرب كي. ما تحطوا لي هون كي مربع ولا كي مكعب. الكي مربع للمساحة والكي مكعب لمين؟ للحجم. كملوا بعوض، بقول له 14 ضرب النسبة هي 4/5. طبعا انتوا هون تضربوا 14 ب4 وبتقسموه على 5، بيطلع معكم اخر الشيء الجواب 11.2. تركت لكم الضرب لكم. شايفين قديش قاسي انا مثالية؟
طيب وحبابي تمام، والله يطعموا لي غير هيك. طيب فهلا بدنا نحسب المساحة. المساحة لهاد بطريقة أولى أنا كيف فيني أحسبها؟ كيف؟ طول ضرب العرض، هي قاسي معروفة. طيب الطريقة الثانية شو هي؟ كيف تنحسب المساحة؟ الطريقة الثانية ببساطة بنفس القانون اللي أنا اشتغلت فيه هون، تمام؟ طيب فشو بقول المساحة خلينا نرمز ل S ل A B C D تساوي 3 ضرب 3 ضرب 4 12. تمام؟ طب أنا بدي S فتحة ل A فتحة B فتحة C فتحة D فتحة، هي S ضرب K مربع وتساوي الS قديش؟ 12. الK مربع يعني بدكم تضربوا ب4 على 5 وكل للتربيع. شو بقى عنا؟ بقى عنا نقول 4 للتربيع 16 و5 للتربيع 25، ومنعوض بالقانون وبنضرب بيطلع معنا مين؟ بيطلع معنا S فتحة. طيب خلينا نكمل هون، ويساوي 7.68. هذا الجواب النهائي بعد ما تربى وتضربه ب 12. طيب بنكون هيك حسبنا البي وحسبنا البي فتحة، هي الطريقة الثانية، وهون حسبنا بالطريقة الثانية. والطريقة الأولى تركت لكم إياها إلكم. شو الطريقة الأولى؟ لما بدي أحسب مساحة هاد بدي أضرب 3.2 ب 2.4 بده يطلع معي 11.2. ولما بدي أحسب المحيط شو بدي أعمل؟ بدي أقول 3.2 زائد 2.4 ضرب 2 بده يطلع معي أي جواب؟ بده يطلع معي عفوا هذا المحيط وهون المساحة. طيب هيك بنكون حلينا التمرين الأول. طيب سئيل شوي بس معلش بعينكم الله. هلا التمرين الثاني اعطاني هذا الشكل، وشو قال لي؟ قال لي A B C مثلث، شايفينه؟ هذا الكبير. وقال لي E B F كمان مثلث، وهذا الصغير. وشو اعطاني A F هو عبارة عن ارتفاع. شو الارتفاع؟ يعني نازل من الرأس عمود على الضلع المقابل. طيب ما عاد في مزح هون طلاب، المدارس بضيع. بنكمل. وقال لي EF و AC متوازيان، وحط لي التوازي. وشو اعطاني بعدها؟ اعطاني اطوال اضلاع. مين هي اطوال الاضلاع اللي اعطاني اياهم؟ BC كلياتها 4 وBF كلياتها 2.8 وAH 1.5. طيب وشو بده؟ قال لي احسب مساحة ABC. وينها؟ ABC شو بده مساحة؟ شو بده فيها؟ بده مساحتها. ومساحة المثلث شو هي؟ نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، أو القاعدة ضرب الارتفاع 2 نفس الشيء. طيب فشو بقول؟ مين القاعدة هون؟ بي سي. مساحة رح نرمز ل S ل A B C تساوي القاعدة هي بي سي ضرب الارتفاع، طبعا ما بنسى النص أو بقسم على 2 ضرب الارتفاع AH وتساوي البي سي هي عبارة عن 4 والAH هي عبارة عن 1.5. تمام؟ على شو؟ على 2. عندي اعتراضات، اعترضنا ضربنا ب2 طلع معي الجواب 3. هي المساحة. طيب قال لك ثم احسب مساحة PEF. PEF طب هذا قاسي كيف تحسب مساحته؟ الارتفاع اللي عندي اياه ما له، فما بقى غير طريقة وحدة يلي هي شو؟ اني انا طالع كي النسبة، واذا طالعت كي بعرف اشتغل صح. طب من وين بدي طالع كي؟ مين الأطوال اللي معي إياها لحتى أنسب؟ بما إنه أعطاني هو توازي خلاص مبرهنتي محققة فيني فورا طالع كي. طيب مين الأطوال اللي أنا إذا نسبتها على بعض البعض بقدر طالع كي؟ عندي هذا الضلع اللي هو بي اف، وعندي بالمقابل بي سي. طيب حلوات هدول بيطالعوا لي كي. في غيرها مثلا اي اف ما معي اياها، اي سي ما معي اياها، اي بي ما معي اياها، اي بي كمان ما معي اياها. فمعناتها ما عاد عندنا غير طريقة وحدة اللي هي انسب له بي سي على بي اف وتساوي بي سي. ليك اعطاني اياها 4 على 2.8 ضربنا بالبسط ب10 والمقام ب10 لحتى اتخلص من الفواصل بيطلع عندي 40 على 28. فيني اقسم على 4 مثلا بيطلع معي الجواب مثلا بالبسط يساوي 10 وبالمقام 7. فطلع الجواب 10 على 7. هي نسبة سميتها كي. هي تكبير ولا تصغير يا طلاب؟ 10 على 7 انتبهوا، يعني أكبر من الواحد يعني تكبير. تكبير مين؟ هذا المثلث الصغير ضربت أطوال أضلاعه بكي طلع عندي المثلث الكبير. طيب حلو هذا الكلام. فهلا شو بدي أعمل؟ بدي أحسب مساحة الصغير. طب أنا إذا بدي أحسب مساحة الصغير وأنا عندي نسبة تكبير فشو بدي أعمل؟ بدي أعمل نسبة تصغير. كيف؟
بقلبها، فصارت K تساوي 7/10. هي نسبة التصغير الآن بدك إياها. طب هي نسبة التصغير شو بدي أعمل فيها؟ بدي أضربها بالمساحة اللي حسبتها أول شيء اللي هي وينها؟ 3. فبقول S فتحة للمثلث EBF تساوي S ضرب K ولا K مربع؟ لا K مربع، انتبهوا لأني عم بحسب مساحة. وتساوي S قديش؟ 3 ضرب K مربع قديش؟ 7 للتربيع 49، 10 للتربيع 100. هلا بيبقى عليكم تختصروا وتطالعوا الجواب، ولا اسهل من هيك معلش طالعوا بفاصله عشريه، ما في مشكله. بدنا نكمل هلا بالثلاث تمارين البقيانين من تدرب. طيب في شغلات انا رح اعطيكم اياها وظيفي بحيث انه انتم تعرفوا تحلوها، لاني انا رح اقول لكم فكرتها وكمان نحن بنكون اخذين على نمطها من قبل. فاول في تمرين هلا خلينا نقوله 4 قال لي انه المستقيمان AB و CD متقاطعان في النقطه O. ليكن رسمت لكم اياهم A B و C D متقاطعان في النقطة O. هذا الشكل ملينا منه عقد ما مرق معنا. وقال لي عندي مستقيمين متوازيين. طب بما انه اعطاني التوازي معناتها بده مين؟ معناتها بده مني النسب. حلو هالحكي؟ طيب وبعدين منا شو قال لي؟ قال لي احسب OD واحسب AC و OD. طيب اول شيء انا لازم اعمله شو؟ حط النسب صح. فاذا بدي بلش من النقطة O تمام، فبقول OC على OD، وأنا بحق لي أحط النسب متساوية. ليش؟ إنه معي توازي. فOC على OD تساوي OA على OB وتساوي AC على AC على DB. طيب أنا حطيت هون النسب، شو بقى علي؟ بقى علي عوض. OC معي إياها A معي إياها 4، OA معي إياها 3، وOB معي إياها 4.8، ودي بي معي إياها 6. بشيل كل ضلع بعوض بداله طوله تمام، وبعزل المجهول عن طريق الضرب التقاطعي وخالصين طلع الأطوال. هي وظيفة. حطيتكم نص الحل، كمل النص الثاني. طيب وبعتولي الإجابات على تليجرام، حاطط لكم الرابط بالوصف. ايه طلاب، هلا بدنا نشتغل بالمسألة الثانية. المسألة الثانية شو عطاني هذا المخروط اللي نحن بنعبي فيه الآيس كريم، وقال لي هو سعته 4 CL. شو هي CL؟ هي سنتيلتر تمام. طيب وعطاني هذا تكبير عنه، رمزت للصغير بV ورمزت للكبير عفوا للصغير بV فتحة ورمزت للكبير بV، وعطاني نسبة التكبير. بما انه النسبة هي 1.5 يعني بالشكل 15/10، يعني إذا قسمت البسط والمقام على 5 بيبقى عندي 3/2. فبما إن 3/2 أكبر من 1 فهي نسبة تكبير. طيب متفقين نحن هذا الكلام؟ متفقين. هو شو بده شايفين هذا المخروط؟ بدنا نحسب له سعته. طيب السؤال، السعة هي عبارة شيء عن حجم؟ عبارة شيء عن مثلا مساحة؟ لا. فأنا الكي هون ما بلعب فيها، لا بربعها تمام ولا بكعبها. ايمت بربع لما بدي احسب مساحة، وايمت بكعب لما بدي احسب حجم. هون ما استخدمنا لا قصة الحجم ولا قصة المساحات. لما بيسألني عن سعات ولا عن سعر ولا عن وزن أنا ما بغير الكي، هدول مقادير جاهزة تمام ما بدها تعديل. فأنا شو بقول V تساوي V فتحة ضرب كي. V تساوي V فتحة معي إياها 4 سنتيلتر ضرب الكي هي 3/2. في اعتراضات هي بتختصر مع هي. 4 كم 2 فيها ب2، 2 كم 2 فيها ب1، 2 ب3 يساوي 6. هيك بهذا الشكل نحن خلصنا التمرين. طيب بعد منا قال لك اقترح مصمم بناء صومعة مدري شو بدك انت بهذا الكلام؟ صومعة ما صومعة ما تدقق على هدول المفردات اللغوية، انت فهم لي الفكرة العامة. الفكرة العامة انه هو بده يبني شيء بساع حبوب، هذا الشيء حجمه 900 متر مكعب. انتبهوا متر مكعب تمام. طيب لانه نحن عم نحكي على شو؟ على كلمة حجم. فصمم نموذج مصغر لها بالمقاس 1/20. مين هاي 1/20؟ هي عبارة عن كي، وبما انه 1/20 يعني اصغر بكتير من الواحد فهي النسبة بتعبر عن تصغير. طيب ممتاز هذا الكلام. احسب حجم نموذج المصمم. بده حجم نموذج المصمم. طيب على فرض رمزنا للحجم V، نقول له V تساوي، هو عاطيني 900، هذا مين؟ هذا الأصل الكبير، وأنا بدي أضربه بمين؟ بمعامل التصغير لحتى نطلع حجم النموذج المصمم.
ف900 ضرب، خلينا نقول حجم النموذج الكبير يعني هو V فتحة تساوي 900، فبنقول له V فتحة ضرب K، والكي بحطها للتربيع ولا للتكعيب؟ هو بيقول لي حجم، فمعناتها شو؟ للتكعيب. مزبوط. فبقول له V تساوي الV فتحة ليك 900 ضرب الكي هي 1/20 للتكعيب، V تساوي 900 مالي فيها واحد عفوا للتكعيب 1، 2 للتكعيب 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8 بقى الصفر. الصفر هي عبارة عن 10، صفر ضرب يعني عفوا 10 ضرب 10 100 ضرب 10 1000، معناتها صار عندي 8000. اختصرنا الصفرين هدول مع الصفرين هدول، بقى عندي 9/80. طيب هون الواحد متر مكعب، معقول أنا أرسم شيء صغير بالمتر؟ لا، فبدي أحول للسنتي متر. تمام؟ طيب فهلا بقول له V تساوي، والسنتيمتر اللي بدي أحولها بشو هي؟ سنتيمتر مكعب، معناتها للتحويل من متر لسنتيمتر بدي أضرب ب10، بس بما إنها هي للتكعيب فال10 شو بدي أعمل فيها؟ بدي أكعبها، فبقول 9/80 ضرب 1000. اختصرنا الصفر مع الصفر، صار عندي 900/8 سنتيمتر مكعب. هذا الشيء، هذا العدد أو هذا الكسر فيكم تكتبوه على شكل عدد عشرة. طيب هيك لهون بنكون خلصنا تدرب كاملا إن شاء الله صار عندكم. هلأ طلاب ركزوا معي، وحدة الأولى خلصت بالدرس الأول وبالدرس الثاني وبالدرس الثالث كشرح وكتدرب وتحقق من فهمك، يعني الوحدة كاملة صارت عندكم. شو بدي منكم هلأ؟ واحد، بدي إياكم تدرسوا منيح 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 منيح. تمام. شغلة الثانية بدي إياكم تشاركوا معي، أي حدا عنده سؤال أنا هاي السنة موجودة لفيدكم لكون معكم خطوة بخطوة، سألوني ما في مشكلة. أكيد أنا لما بكون موجودة أكيد رح جاوبكم، ولما ما بكون موجودة رح خلي يعني الأسئلة تبعيتكم ما بحذفها، برجع لما بصير فاضي فورا بجاوب عليها لهاي الأسئلة. كمان بدي منكم شغلة كتير كتير مهمة، إنكم تدعوا لي. تمام؟ مثل ما أنتم هلأ بحاجة حدا يساعدكم ويقدم لكم المعلومة، أنا كمان بحاجة إنكم أنتم تدعوا لي دعوة بظهر الغيب. طيب إن شاء الله يلا بشوفكم بالوحدة اللي بعدها. أنتم أبطال وأنتم لها بالتوفيق يا طلاب.